يوميات سامي تحت الطاولة هي رواية للكاتب العراقي فؤاد التكرلي، تدور أحداثها في بغداد في ستينيات القرن العشرين. تحكي قصة سامي، وهو شاب مثقف يعيش حياة مهمشة تحت سلطة والده المتسلط وأخيه الأكبر. يلجأ سامي إلى الاختباء تحت الطاولة لكتابة يومياته والتعبير عن أفكاره ومشاعره المكبوتة. الرواية تعكس صورة للمجتمع العراقي في تلك الفترة، وتنتقد التقاليد البالية والقمع الفكري، وتتناول مواضيع مثل الحب والحرية والبحث عن الذات. تعرض سامي لصدمات عاطفية وعائلية أثرت بشكل كبير في تكوينه النفسي. الرواية تعتبر من أبرز الأعمال الأدبية العراقية، وتتميز بلغتها الشعرية وأسلوبها السردي المبتكر. نشرت في عام 1968، وأثارت جدلا واسعا وقت صدورها.